يعود الفضل في تألق المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة إلى مجموعة من اللاعبين الشبان الذين رفعوا راية التحدي عاليا وكانوا خير خلف لجيل الثمانينات. وأجمع النقاد على أن قوة محاربي الصحراء تكمن في خطه الأمامي المشكل من الرسام ياسين إبراهيمي والمتألق سفيان فيغولي، بالإضافة إلى صاحب اليسرى القاتلة رياض محرز، ويكملهم الهداف إسلام سليماني. رباع شاب تمكن من خطف قلوب الجزائريين في فترة وجيزة نظرا للمهارات العالية التي يتقنها كل واحد منهم، حيث أصبح كل لاعب يكمل الآخر وكأنهم خلقوا ليلعبوا معا. تفاهم كبير وتناغم في الأداء، فمن لا يعرفهم يخيل إليه بأنهم يلعبون معا منذ الصبا أو أنهم يلعبون في نفس الفرق بأوروبا. وأصبح أنصار الخضر ينتظرون لقاءات المنتخب بفارغ الصبر حتى يشاهدوا الرباعي الخارق وهو يخترق دفاعات منتخبات القارة السمراء الواحدة تلو الآخر. وبعد ضمان التأهل إلى كان 2015 بغينيا الاستوائية، لم يبقى أمام هذا الرباعي سوى تأكيد حقيتهم في المرتبة الأولى إفريقيا في تصنيف الفيفا عن طريق العودة إلى أرض الوطن مرصعين بألماس التاج الإفريقي الغالي. أحبابنا اللي معنا فرحونا عرفوهم